السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كورة وبس. في بداية تعريفنا ليكم للبرنامج اتفقنا ان احنا هنبقى حد واثنين وثلاثة هنتكلم مع بعض في قضايا مختلفة، قضايا رياضية مختلفة، خاصة طبعا بكرة القدم وب يعني خباياها وأسرارها وسحرها، وهنتكلم في قضايا ممكن ما تكونش اتفتحت قبل كده، وحتى لو اتفتحت ممكن ما يكونش اللي فتحوها أو اللي اتكلموا في القضايا ديت ممكن ما يكونوش قالوا الحلول بتاعتها أو عندهم يعني خطوط حمراء. احنا اتفقنا ان احنا ما عندناش خطوط حمراء، هنتكلم في كل القضايا، هنتكلم بمنتهى الصدق والحيادية، ويعني هنحاول ان احنا نتكلم في كل حاجة، وهنحاول من خلال كمان طرحنا للقضايا دي مش مجرد ان احنا نفتح قضايا، لان ما شاء الله التوك شوز الموجود دلوقتي سواء على المستوى الرياضي او على المستوى السياسي اي حد ممكن يشخص القضية، او اي حد ممكن يشخص المرض، او اي حد ممكن يقول القضية ايه، انما ان هو يطرح حلول او يقول الحلول هو ده اللي بيبقى قليل جدا، انما احنا بنحاول نعمله. واتفقنا برضو ان يوم الاربع هنحافظ على شكل كوره وبس، البرنامج الاسبوعي اللي كان متميز جدا مع حضراتكم، وكنا بنجيب فيه نجم كبير ونقدر نعرف من خلال لقائنا معاه اسراره وشغله، كل حاجه بتخصه، حياته الشخصيه، حياته العمليه، كل حاجه نعرفها عنه. النهارده ان شاء الله هيبقى معانا نجم اعلامي كبير جدا متميز. خلوني دلوقتي يعني اطلع لفاصل وبعد كده استقبل كابتن مدحت شلبي، ولكن بعد الفاصل. بجنرال الإعلام الرياضي استطاع أن يقفز للقمة وسط الكوكبة الكبيرة من الإعلاميين الرياضيين، وجعل برنامجه مساء الأنوار البرنامج الأول لجماهير الكرة المصرية. فلديه ملكة الإعلامي الذي يستطيع أن يجذب المشاهد في أي أحداث. الإعلامي مدحت شلبي، أو كما يحب أن يطلق عليه جماهيره شلبوكة، ولد في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية. بدأ حياته بالعمل في وزارة الداخلية وترقى حتى نال رتبة اللواء، ولم يكتفي بذلك بل اتجه للعمل الرياضي بداية من عمله كمدرب كرة قدم لبعض الأندية المغمورة، أشهرها نادي الشمس في التسعينات. كان ظهوره الأول على شاشة التلفزيون المصري من خلال تقديم بعض برامج المنوعات خلال شهر رمضان الكريم، ثم بدأ يظهر في مجال الإعلام الرياضي كمعلق على المباريات الرياضية، ولعل أشهرها مباراة الأهلي والزمالك التاريخية، والتي انتهت بفوز الأهلي ب6 أهداف مقابل هدف واحد، من خلال عبارات لا تزال خالدة في أذهان الجماهير حتى الآن، وهي بيبو بشير، بيبو الجول. طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو 1-1، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. احترف شلبي الإعلام الرياضي عام 2007 من خلال تقديم استوديو تحليلي عن الدوري المصري في قناة أوربت الرياضية، والتي انتقل بعدها إلى قناة مودرن سبورت الفضائية كمقدم لبرنامج مساء الأنوار، إلى جانب مجموعة كبيرة من البرامج أشهرها حصاد الأسبوع والاستوديو التحليلي واستاد إفريقيا. ومع تألقه في مجال الإعلام الرياضي بدأ يثير الجدل، وظهرت له العديد من المواقف مع أبرز الشخصيات الرياضية في مصر اختلف حولها البعض واتفق معها الآخر، لكنه يبقى مصدر المتعة عند الجماهير سواء في التعليق أو تقديم البرامج، وسيظل أحد العلامات البارزة في تاريخ الإعلام الرياضي. يعني التقرير قال كل حاجة، بس خلوني في البداية أرحب بكابتن مدحت شلبي جنرال الإعلام الرياضي. يا مساء الأنوار يا كابتن مدحت. يا مساء الأنوار يا كابتن وائل، بشكرك وبشكر الإعداد الجميل ده. كابتن مدحت، يعني شفت التقرير اللي عامله إسلام صادق؟ في حاجة غلط التقرير؟
اسلام صادق ما بيغلطش مبدئيا يعني. لا التقرير مظبوط جدا ومديني اكتر من حقي. لا يا كابتن ازاي حضرتك، تستاهل كل خير يا رب. وكمان بيبو مخرجنا الجميل او عامل أوي. يعني اضافات في التقرير. طيب خليني ابدا من عند البدايات. يعني أوكي. البدايات حضرتك بدات في وزاره الداخليه في وزاره الداخليه. وبعد كده خليني بقى اتجه للكوره، اشتغلت مدرب. انا اعتزلت مبكرا الكوره، واخدت دورات دراسيه بره. اخدت في انجلترا في جامعه اسمها لافبر يونيفرسيتي اوف تكنولوجي، ورحت ايطاليا اخدت معايشه 15 يوم، واخدت يعني اهلت نفسي، واشتغلت في التدريب 12 13 موسم متتالي. يعني ما قعدتش بفضل الله ولا سنه في البيت. 13 سنه بس كانوا عذاب. انديه ايه بقى؟ يعني دربت الشمس سنوات طويلة، رحلته مع لغاية الممتاز. دربت أسمنت السويس، دربت إسكو. هو كلها على قدي، كلها قسم تاني، بس يعني مارست مهنة التدريب. بس والأندية دي كلها لعبت ممتاز. دربت برضو أندية بس يعني زي نادي المية مش عارف يعني، دربت كتير. طب وايه اللي خلاك بقى تبعد عن التدريب وما تكملش؟ شوف يا كابتن وائل، التدريب مهنة في منتهى القسوة. يعني كرة القدم الفوز زي ما انت عارف له 1000 صاحب. طبعا الهزيمه ملهاش الا برادلي. مفيش غيره. واخد بالك، الدنيا هتتعلق على المدرب. بالظبط. فعانيت معاناه رهيبه، وانا دايما بقول الله يكون في عون اي مدرب. شغلانه قاسيه للغايه. كنت انام بالليل في البيت بعد ماتش مثلا اتغلب فيه او حاجه، وانا نايم بالليل تلاقي رجلك بتتنطط لوحديها وبتتنفض وبتاع وحاجات كده. لو اتغلبت في اسبوع بيبقى 3 4 ايام سواد. ما انت شايف قدامك. لعيب الكوره بيخلص الماتش بياخد دش وبيروح عايش حياته. تمام. المدرب بيشيل الهم كله. فالحقيقه بعد الفتره بتاعت التدريب الطويله دي ربنا اكرمني ودخلت المجال الاعلامي، فوجدت ملاذي في المجال الاعلامي واعتذرت عن استكمال مسيره التدريب. باي ذا واي صعب ان انت تبقى مدرب وتبقى اعلامي. صعب ممكن تبقى اداري واعلامي، انما وارد. اداري واعلامي وارد، لكن مدرب صعبه جدا. واخد بالك. فانا اخترت مجال الاعلام وتنازلت عن مجال التدريب. له متعته، واللي بيشتغل مدرب بيبقى يعني اسير هذه المهنه. تلاقي المدربين الكبار اللي في مصر مش قادرين يسيبوا المهنه، بيحبوها لانه هو له سحر. التدريب له سحر، وخصوصا في الفوز. وطبعا في الفوز لما تاخد بقى بطولات والكلام ده كله، لكن طبعا. هو شغلانه التدريب نفسها لذيذه. ان انت تنزل ملعب وتقود مجموعه وتبتكر في الخطط والطرق اللعب والكلام ده كله، وازاي تقود اللاعبين، وازاي تدرس الفريق المنافس، وازاي تقعد زي القائد يوم المباراه فين ثغرات اللي قدامه اهاجمه منها، وفين شغل لك مخك وبتخليك تبقى بالظبط نقاط ضعفك تقفلها وتعيش 90 دقيقه ما كده يعني. ولكن مساوئه من وجهه نظري انا اكتر بكتير من امراضه. الحقيقه سكر يعني. وضغط كله شغلانه عصيبه جدا. طيب خلينا برضو نستمر في البدايات. بدايات حضرتك كاعلامي، البرامج الخفيفه البسيطه اللذيذه في رمضان في التلفزيون المصري، كنت متوقع لما دخلت البدايات دي انك هتبقى الاعلامي الاول في مصر، او من اهم الاعلاميين الرياضيين الموجودين في مصر؟ يعني اشكرك الاول على الجمله دي. خليني اقول لك انا واقعه كده لذيذه احكيها لك برضو. انا طبعا كنت ماليش في الحكايه خالص. وبعدين كنت ضابط شرطه، وكنت ماسك حاجه اسمها مركز التدريب الرياضي في مديريه امن القاهره. كنت ماسك الرياضه في مديريه امن القاهره. انا طول عمري يعني ايه، انا بسمي نفسي ضابط كاوتش. مركز تدريب الرياضي واتحاد الشرطه الرياضي وحرس الجامعه. فيعني مرفه شويه جدا. وحرس الجامعه على فكره، عشان هم بيتكلموا دلوقتي حرس الجامعه ده كنا احنا اصدقاء الطلبه. يعني انا كنت ماسك مثلا كليه الألسن، جبت النادي الاهلي بتاعكم خماسيات، ولعبنا في الملعب بتاع كليه الألسن وانا لعبت مع الطلبه. بنعمل ايام رياضيه كبيره. جبت عمرو دياب مثلا في يوم من الايام، هو وسمير الاسكندراني. باي ذا واي كان عمرو دياب في يوميها اجره 500 جنيه، وسمير الاسكندراني كان اجره 1500 جنيه في الوقت اللي هم الاثنين جم فيه. واثنين فنانين كبار طبعا. فاقصد اقول بالمناسبه يعني حرس الجامعه ده صديق الطالب. كان في بعض التجاوزات من البعض، ولكن ده ما يعنيش ان حرس الجامعه ما هوش حاجه جميله. لا، حاجه جميله جدا. نرجع لموضوعنا الاصلي. فانا داخل للواء بعرض عليه حاجه، فلقيت عنده السيده همه مصطفى. طبعا. فانا بكلم اللواء، انا بقى احرجت يعني، فقلت له طب يا فندم. قال لي تعالى مدحت مش عارف، فبعرض حاجه يعني. فانا بتكلم عادي باسلوبي بطريقتي يعني كده. فقالت لي
انت صوتك كويس، تقرا نشره اخبار؟ قلت لها اقرا يا مدام. ما فكرتش. خلي بالك الوقت ده ما فيش في مصر الا التلفزيون المصري، مفيش حاجه تانية خالص. لا بقى النهار ولا دريم ولا اوربت ولا حكايه ولا خالص ولا CBC ولا ولا مودرن. فقلت لها اقرا يا مدام. قالت لي طيب يوم الثلاث الجاي، كنا يوم خميس، يوم الثلاث الجاي تيجي لنا التلفزيون عاملين اختبارات لقارئي نشره الاخبار. تمام. قلت لها خلاص يا مدام، واختبارات مدام هي اللي مرشحاك يبقى انت عديت الاختبارات باذن الله. باذن الله. واخد بالك، كنت اما رتبتي تقريبا رائد تقريبا، اعتقد كده حاجه زي كده. انا خدت من نقيب لرائد في 8 شهور. في الشرطه من نقيب لرائد بياخدوها في 8 سنين. اخدتها في 8 شهور، ايامها سمونا رواد الانابيب. واخد بالك، المده كانت صغيره قوي. ليه؟ مش تفوق ولا حاجه، الوقت ده كانوا محتاجين عدد كبير من الرواد. فاتنقلنا بسرعه. المهم قعدت طبعا في بيتنا بقى، جبت الجرايد وقعد قدام المرايه. هذا وقد انتقل السيد باخد يعني خد بالك. رحت يوم السبت التلفزيون اعمل تحريات على المبنى، ظابط بقى. فشافني العامل بتاع الاسانسير والكلام ده، وكنت لابس رسمي. تمام. عديت الحد والاثنين ورحت الثلاث الساعه 7:30، كان معادي 8. الولد بتاع الاسانسير اللي شافني يوم السبت رسمي، شايفني رايح باب البدله وكرافته ملكي. بيقفلوا الباب الاسانسير، كان ايامها بتاع التلفزيون الساعه 7 بالليل. فقال لي تعالى يا كابتن، انت طالع فين؟ ظابط بقى وانت عارف العمال يحبوا يظبطوا بتاع. قلت له طالع الدور الثامن. قال لي طب حضرتك اتفضل، احنا قافلين الاسانسير، المفروض الاسانسيرات اتقفلت خلاص، دوس على الدور الثامن واطلع. وانا شايفه بقى بيقول لي الكلمتين دول وبيقفل البوابه الخارجيه بتاعت المكن والكلام ده، وماشي بقى خلاص اهو. تمام. ركبت الاسانسير دوست على الدور الثامن، طلع 3-4 ثواني يا كابتن وائل، وبعدين فجأة ترج، اسانسير ترج جامد، وفجأة ضلم ووقف. والله العظيم زي ما بحكي لك. ومش عايز اطول عليك، قعد 1.25 ساعة. وخلي بالك اسانسير التلفزيون ده انت رحت اكيد متقفل تقفيله ما تشوفش ايدك. ما تشوفش ايدك. وانا ما بشربش سجاير، معيش ولاعه. بقيت ابص في المينا بتاع الساعه عشان احس ان انا عايش. قلعت الجاكيته وقعدت جربت وريحت شويه وقعدت على الارض واستشهدت. بعد 1.25 ساعة اتهز نفس الهزه وحسيت انه بيجري. يا نهار ابيض، بيقع ولا ايه؟ لا ما بيقعش، بس حسيت انه بيجري بسرعه. وفجاه وقف. اول ما وقف والباب اتفتح قمت طاير بره طبعا، وبدات امد ايدي وانا بره اجيب الجاكيته واجيب الجزمه والشراب، خايف احط رجلي جوه يقفل يعني. طبعا. لقيت نفسي في دور ال26. يا نهار ابيض. والله اخدت بعضي ولبست هدومي ومشيت. وقلت مش جاي التلفزيون ده تاني، قلت مش حاطط رجلي تاني. دي كانت البدايه. وبعدين بعد 5-6 اشهر اعلنوا عن مسابقه، اصحابي بقى قالوا لي لازم تروح، كانت مسابقه رياضيه. يعني شوف الاقدار، انا دايما اقول لك ايه، قول الحمد لله على اي شيء. طبعا. وربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك الخير باستمرار. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالظبط. واخد بالك. انا كان ممكن اروح نشره اخبار واقرا، قارئ نشر ونشر اخبار، قارئ نشر، حاجه جميله طبعا. ولكن مش السكه بتاعتي. بالظبط. عشان استنى 5-6 اشهر اروح اختبارات مذيع رياضي وربنا يكرمني وانجح وابتدي الحكايه. دي بدايتي. والحكايه ما يعني مش هتنتهي، لان طبعا نجم كبير واعلامي قدير. خليني بقى اخش في الجد بقى. اتفضل يا باشا. يعني قرار الاستاذ محمد الامين بغلق قنوات مودرن التابعه طبعا لقنوات CBC. نعم. يعني نزل على الناس كلها بمنتهى الغرابه، لان القناه كانت قناه من القنوات الكبيره رياضيا. نعم. وفيها اعلاميين كبار، حضرتك كابتن شوبير. نعم. وجه قرار الغلق. هل حضرتك قبليها بفتره كنت عارف ان في قرار غلق، ولا حصل ده مفاجئ بالنسبه لك؟ جميل. هو انا اول مره بحكي القصه دي الحقيقه. هو زي ما انت بتقول الحمد لله كانت قناه مودرن ذائعه الصيت، مش بس في مصر، في الوطن العربي طبعا. لو اتفرجت على افلام هتلاقي مثلا لو جايبين لقطات هيجيبوها وبادج مودرن اللي محطوط. بالظبط. هو الاستاذ محمد الامين اتصل بيا وقال لي تعالى افطر معايا في فندق كذا، عايز اتكلم معاك شويه. قلت له عينيا. فرحت، وكان هو برضو عازم الكابتن شوبير. رحنا فطرنا مع اسرته، هو راجل جميل قوي الاستاذ محمد الامين الحقيقه، يعني شخصيه لطيفه جدا يعني. فقال الفترة اللي فاتت دي الكورة الدنيا مش متظبطة وبتاع، وانا عندي خسائر والكلام ده، فأنا قررت إغلاق القناة. ومستحقاتكم اللي فاتت هتجيلكم في أقرب فرصة.
وانا مش متوقع ان في كوره خالص لمده 3 سنين. قلت له الحقيقه محمد بيه، طبعا مساله ان حضرتك تغلق القناه هذا قرارك طبعا. انت الاونر وبتاع، انا طبعا من جوايا مستخسر طبعا قناه كبيره وبعدين انت بنيت يعني انت بنيت يعني انا دخلت القناه دي مع الدكتور وليد دعبس بالظبط، الراجل المفكر الجميل، هو اللي عمل القناه المبدعه دي. واشتغلت فيها 7 سنين. وبعدين جه علينا كابتن شوبير اعتقد بعد 4 5 سنين حاجه زي كده يعني. فقلت له اما حكايه 3 سنين ما فيش كوره دي انا مختلف مع حضرتك فيها، الكوره والسنه دي وفي كوره ان شاء الله السنه دي باذن الله. قال لي بس من غير جمهور. قلت له لا، وبجمهور ومصر هتبقى زي الفل والدنيا هتبقى 100%. ده عن قناعه ولا ده لا عن قناعه؟ بتحاول اثناءه عن القرار؟ لا خالص. اصله انا هسنيه ليه؟ هو حر. هو حر. خلي بالك كل حاجه رزق بتاع ربنا. تمام، بس برضه لما بتبقى في مكان وعملت شغل فيه كويس ورزق يعني مستمر ودائم، وبعدين حد يجي يحاول ان ياثر لك فيه. هو كانت قاسيه. انا قاسيه مش عشان العمل ولا الرزق، خد الرزق زي ما دايما بقول لك بتاع ربنا. هو انا صعبت عليا مودرن العشره. عشره مودرن. احنا بدانا مودرن دي يا كابتن وائل مع زي ما قلت لك مع الدكتور وليد ده بس 7 سنين. والدكتور وليد كان جايب كل الاباطره طبعا بتوع الاعلام في مصر طبعا، واخد بالك، ومشيت بسرعه الصاروخ وعملت شغل جامد جدا جدا طبعا. كون ان الدنيا يعني اتهزت سنه او حاجه زي كده، لازم ابقى انا عندي فيجن كراجل مسؤول عن قناه انه هتعدي. اصل مصر عمرها ما هتقعد في حالة عدم استقرار. الاستقرار هيحصل. واللي بيحصل في الشارع ده هينتهي. وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء على الإطلاق. على الإطلاق. الدنيا هتمشي. ودي وجهة نظرك التي لا قيمة لها. فأما قال لنا الحقيقة كده، أنا طبعا لا أخفيك سرا، المفروض إن احنا في عقد ما بيننا طبعا. كنت أحب ان يبقى في حوار حول العقد. لابد من احترام العقود. وبعدين احنا ما عندناش مشكله ابدا في الحوار. يعني افترض النهارده انا ليا مثلا، انا عمري ما كنت مادي ولا عمري افكر في الماديات، بس احب الاحترام طبعا. فانا قلت لهم يا جماعه نقعد ونتفاهم في كيفيه انهاء العقد. انا كان ممكن جدا لو قعدنا نتفاهم في كيفيه انهاء العقد كنت استغنى، يعني اتنازل عن المده المتبقيه لي في عقدي وفقا للعقد وعن اللي فات كمان، ما عنديش مشكله. بس يبقى في حوار، وفي احترام. اما وان الكلمتين يترموا وانتهينا على كده وخلصت، ما ينفعش. فالحقيقه يعني كان موقف ما عجبنيش من مسؤولي القناه، برغم العشره الطيبه وبرغم التعامل اللطيف الشيك الراقي اللي ما بيننا، اللي استمر مع الجماعه بتوع CBC سنتين. هم قعدوا معانا سنتين والدكتور وليد 5 سنين. اعظم فتره طبعا كانت بتاعت الدكتور وليد على الاطلاق. أكيد. السنتين كانوا لطاف وظراف، ولكن ما ينفعش الفينالة تبقى كده. فالحقيقة انا استأتم الموقف، وبالتالي انا قررت ان انا ارفع قضية، برغم ان انا عمري في حياتي لا انا رفعت قضية ولا حد رفع عليا قضية. مشيت في اجراءات القضية او الاجراءات القانونية بتاعت حضرتك بعد ما اتكلمت ودي كذا مرة كذا مرة؟ لا كذا مرة. وبعدين لجأت لرئيس القناة، كلمته قلت له انا مش حابب اروح محكمة، ولا عمري رحت محكمة ولا اعرف المحكمة دي شكلها ايه. لكن لازم يا جماعه نقعد نتفاهم. انت مش مأجر عجله خلصت المده ركنت العجله ونزلت. لا، انت بتتعامل بعقود، والعقود ليها نظام وليها احترام. وبعدين النهارده انا ما بقولكش لا، بس اقعد معايا اتكلم ونتكلم بهدوء. انت اللي فات ايه كذا، خلاص انا ممكن اتنازل لك على اللي فات، واقسم بالله كان عندك ممكن اتنازل لك على اللي جاي. ممكن وممكن نتفاهم، ومش هزعلك ابدا، ومش هنقوم زعلانين، بس يبقى في احترام. يعني انت عارف المثل الانجليزي يقول لك ايه؟ يقول لك even we are enemies we must respect. طبعا احنا عمرنا ما نكون اعداء، يعني حتى لو كنا اعداء لازم نحترم بعض. بالزبط. احنا عمرنا ما كنا اعداء، احنا اصدقاء. فما بالك بقى احنا اصدقاء اصلا. بالظبط. فلا بد ان لغه الاحترام تسود. انا شايف ان لغه الاحترام في النهايه ما كانتش موجوده. فابتديت تمشي في اجراءاتك، فاضطريت ان انا الجا الى الاجراءات القانونيه. لانه كان في مده معينه لو انا ما لجأتش فيها الاجراءات القانونيه خلاص مش هيبقى لي حق في اي حاجه. طب هي الحيثيات بتاعت غلق القناه من وجهه نظر حضرتك، استاذ محمد امين نتكلم معاك فيها. يعني اتقفل القناه عشان بتخسر فلوس. هو وجهه نظره ان هو تكبد خسائر ماليه. طب ليه مثلا ما عرضش مثلا ان حضرتك تشتغل بنص الاجر؟ والله العظيم يا كابتن وائل اقسم بالله دي قناتنا، احنا اللي بنيناها. يعني احنا اللي بنينا القناه دي بايدينا، انا والدكتور وليد دعبس وكل المجموعه اللي كانت موجوده طبعا.
لو قال احنا يا جماعه طبعا على الهوا حضرتك والدكتور وليد دكتور وليد اهو وكابتن مجدي كابتن ايمن يونس بالظبط دي المجموعه اللي بدات بيها القناه طبعا. مع ناس كتيره جدا، مش عايز اخش في اسماء عشان ما انساش حد يعني. لكن كانت حاجه تخض يعني هم الدكتور وليد ده بس اقنعني. انا كنت ماسك قناه الاوربت الرياضيه وكانت المسائل زي الفل وكنا بنقبض بالدولار والحكايه كانت لطيفه جدا. لكن لما جابني ودخلني في قاعه في فندق بصيت لقيت كميه نجوم ما تقدرش ان انت تقول لا فدخلت معاه فبعد المجد ده كله ومدن ما حدش يقول ان دي تتقفل اتقفلها. لو جه قال لي هنشتغل يا كابتن مدحت لغايه لما الدوري الجديد يبتدي بالمجان، اقسم بالله كنت اشتغلت بالمجان. اقسم بالله. ولو قال لي محتاجين من كل واحد قد كده عشان الولاد اللي ما يستحملوش ان هم يشتغلوا بالمجان نديهم، اقسم بالله كنت دفعت من جيبي. لان دي مودرن دي بنتنا مودرن مؤنث بنتنا، واخد بالك؟ ما نقدرش كنا نسيبها. لكن ده ما حصلش. هم تعاملوا معامله يعني ما هياش على المستوى. طيب هقول لحضرتك على حاجه، يعني اثير برضو ان في مؤامره اتعملت على كابتن مدحت شلبي بالاسامي كده يعني. يقال، انا بقول لك يقال، ده مش اتهامات من عندي، انما يقال ان الاستاذ مازن مرزوق والكابتن احمد شوبير كانوا عملوا مؤامره على الكابتن مدحت شلبي وبدليل ان هم بعد كده يعني كابتن شوبير احتمال كبير يستمر في قناه CBC. هل الكلام ده ليه اساس من الصحه ولا انت بتستفزني يعني؟ والله لا مش قصدي والله استفزك، بس انا بتكلم في الكلام اللي اتقال. يعني كل الاحترام للكابتن مازن مرزوق والكابتن شوبير. احنا طبعا لما اتعملت القناه زي ما قلت لك 5 سنين تقريبا كنت انا بفضل الله يعني نجم القناه، خلينا نسميها كده. والمجموعه اللي كلها اللي موجوده نجوم طبعا. لكن انا كنت اللي بعمل برنامج اليومي وكذا وكذا القصه اللي انت عارفها دي يعني. وبعدين لما جه الدكتور وليد يستعين بالكابتن شوبير، جه لي الدكتور وليد وقال لي ان كابتن شوبير الفتره دي مش موجود في حتى وبتاع فنستغله. قلت له طبعا كابتن شوبير نجم كبير ويشرف وينور ودي حقيقه، وجه اضاف للقناه طبعا، ما فيش شك في هذا يعني. طبعا. لو قلنا غير كده يبقى بنكذب يعني، واخد بالك؟ وبعد ما اتفقت مع الدكتور وليد ووافقته على هذا الامر، بالفعل اتعاقد مع الكابتن شوبير واتعملت اللي هي القناه الثانيه اللي كان فيها مودرن كوره بالظبط كده. والدنيا مشيت. وجودنا احنا الاثنين في مكان اتصور افضل من وجود واحد لوحده. يعني النهارده انا لو فكرت ان انا ابقى في قناه واجيب معايا الكابتن شوبير، اكيد القناه هتبقى اقوى مما لو كنت انا لوحدي، هيبقى اضافه اكيد. فليه مؤامره؟ يعني ليه مؤامره انه مدحت ما يبقاش موجود؟ ما هو وجود مدحت في وجود كابتن شوبير يكبر القناه. عدم وجود مدحت مع كل الاحترام مش هديها نفس القيمه لو انا موجود. طبيعي يعني. بس الطبيعه البشريه بتقول ان انا لو واخد كل حاجه الطبيعه البشريه بتقول لو انا بقدم لاستوديو تحليل مباريات الاهلي والزمالك وبقدم برنامج مميز، لما يجي حد يقاسمني في الكلام دوت ممكن يعني يبقى اتهز شويه او ممكن اتضايق شويه. بقول لك حاجه لذيذه، قول لي. ده افضل بكتير، لان انا لو اتواجدت في قناه ثانيه ما انا هقدم الاهلي والزمالك، ساعتها ممكن الناحيه الثانيه ما تتشافش خالص. فيبقى الافضل وانا موجود في نفس المكان انا اتشاف حته وغيري يتشاف حته. جايز لو انا في قناه اخرى لوحدي غيري ما يتشافش خالص، وارد يتشاف، الله اعلم طبعا، واخد بالك؟ فالذكاء كان يقول كده. انا يعني الحقيقه مستبعد الموضوع ده كلام كويس اللي احنا بنسمعه، بحيث ان يعني الناس يعني ننهي القصه دي بالزبط. طيب قبل ما اطلع لفاصل برضو عايز اسال حضرتك سؤال متعلق بالقصه ديت. ليه الناس حاسه بالرغم من تاكيد حضرتك ان مفيش الكلام دوت، وكابتن شوبير لما كان موجود معايا برضو في البرنامج اكد على الكلام ده، ان ليه الناس حاسه ان في توتر في العلاقه؟ يعني في توتر في علاقه كابتن مدحت شلبي وكابتن احمد شوبير، بالرغم ان انتوا الاثنين الاعلاميين رقم 2 يعني رقم 1 ورقم 2 او رقم 1 ورقم 1 مقرر في مصر. نعم. ليه الناس حاسه بالتوتر ده؟ مين رقم 1 ومين رقم 1 مقرر؟ انتوا الاثنين بالنسبه لي بتعلم منكم انتوا الاثنين. عايز اغرقك. لا بالنسبه لي والله بتعلم منكم. لا انا بضحك طبعا، ده هزار. يعني شوف اقول لك حاجه، احنا مصر يعني دايما خصبه للاشاعات. يعني احنا بلدنا خصبه قوي للاشاعات، وتلاقي حاجات بتتقال كتير مالهاش اساس. كابتن شوبير صديقي من اكتر من 16 17 سنه، يعني قبل الاعلام وقبل الكلام ده كله. وكان بيجي لي اتحاد الشرطه وكان يحكم لنا ماتشات، وله صديق
صديقه رجل اعمال اسمه عاطف سلام، كان هو يحكم عشان يكسب عاطف لانه رجل اعمال، فكنت انا اجيب الحكم بتاع الماتش اللي بعده عشان يكسبني، وهكذا يعني. علاقه طيبه جدا جدا جدا. التنافس مطلوب والتنافس يجود. المهم انت من هنا تبقى حلو، بمعنى اهتم بعملك ومالكش دعوه بغيرك، وطول ما انت ربنا كرمك ورزقك بالشغل الحلو هتكبر. لو اهتميت بغيرك بتنزل نفسك. يعني انا كانت مره الاستاذه لميس حديدي كانت استضافتني في برنامج عندها لما كانت في التلفزيون المصري، فبتقول لي حاجه في السكه دي. قلت لها يا مدام انا عامل للبنطلون ديل، اللي عايز يتشعبط في الديل يتشعبط، بس مش عارف يمسك البنطلون. واخد بالك ليه؟ لان انا واخد سكه، واخد طريق، واخد هدفي الوحيد ان انا مع الناس دي يحترموني واحترمهم ويصدقوني. ما عنديش مشكله مع المنافس على الاطلاق، بل بالعكس، طول ما في منافسه طول ما انا بجري، طول ما انت شغال وبحاول اجتهد واعلى، وغيري بيحاول يجتهد ويعلى. لكن لو حصل ان ما فيش حد على مستوى المنافسه هيبقى ده هتبقى مشكله، وممكن مستواك انت يقل، وبالتالي مستواك هيقل. بالظبط. طب نقطه اخيره برضو في القصه دي، اقول لحضرتك مثال عشان الناس حست ازاي بالتوتر ده. اتفضل. كابتن شوبير اعتاد في الفتره الاخيره على استضافه مانويل جوزيه. اوكي. حضرتك طلعت في برنامجك وقلت اتريقت على وجود مانويل جوزيه في مصر، واتريقت على انه يعني موجود مع كابتن شوبير، انما طبعا مش بالاسامي. حضرتك ما جبتش يعني ما قلتش الموضوع. مستحيل الحته الثانيه دي. طيب. مستحيل الحته الثانيه. الحته الاولانيه اتريقت على جوزيه، بس حته انه استضيف من خلال مازن مرزوق، ومازن مرزوق صديق مانويل جوزيه، وجابوا للكابتن شوبير عادي جدا جدا. حتى كابتن شوبير لما كان معاه في البرنامج بعديها على طول اتضايق من القصه دي، يعني حس ان في مشكله بالنسبه له من حضرتك، لان حضرتك يعني هو ما لمحش برضه هو ما قالش بالاسامي، انما برضه تلميحات ان حضرتك استأت من وجود مانويل جوزيه معاه. طب هتصدقني؟ هصدقك طبعا. اولا انا والله العظيم ما بتفرج على برامج رياضيه، وانا ما عرفت ان مانويل جوزيه كان ضيف عندنا في القناه الا بعدها ب4 ايام. وانا اتكلمت عن مانويل جوزيه، انت مش هتصدقني، لا والناس ممكن ما تصدقنيش. اللي بنشتغل مع بعض، ما بحبش حكايات بيشتغلوا معايا، اللي بنشتغل مع بعض معايا مجموعه، استاذ ابو المعاطي زكي ومحمد القاضي واحمد عبد اللطيف وبسام فرصه بقى نقول اسمائهم، ابو بكر، المجموعه الجميله دي، عارفين عني ده. ممكن بعديها بيوم يقولوا الكابتن مش عارف ايه، اقول لهم والله ما اعرف. انا ما عرفتش ان مانويل جوزيه كان في القناه غير بعديها ب4 ايام. مانويل جوزيه انا تناولته بعديها بيومين. ليه؟ اقول لك ليه. انا كنت بكلم حسام البدري، كابتن حسام البدري، هو صديقي، وهو ما بيفصحش على الهوا اللي جوه صدره قوي، بس بما ان الموضوع فات عليه فتره طويله فما عنديش مشكله ان انا اقوله. هو بيتكلم معايا بحريه شديده جدا، كان متضايق جدا. والراجل راح له الملعب ودخل اوضه اللبس يسلم على اللعيبه. انت راجل مشيت من النادي ومشيت من الدنيا كلها، خلاص انت بره في حته تانية خالص. انا عارف الكلام ده ممكن يضايق جمهور الاهلي بيحب مانويل جوزيه، وانا بحترم مانويل جوزيه جدا، بس انا لا احترم التصرفات اللي بيسموها اوفر اكتنج. يعني خلاص انت مشيت، وفي واحد اسمه حسام البدري تولى المسؤوليه، سيبه يحط بقى ايه سلطاته وقدراته على لاعبيه عشان يقود السفينه. يعني بحكم صداقتك مع حسام البدري حسيت ان هو اتضغط شويه من الموقف ده؟ دي حقيقه. بالاضافه انا انتقدت انه يروح يتفرج على ماتش كوره ويقعد في المقصوره يتفرج على ماتش كوره للنادي الاهلي، وهو كان مدرب الاهلي واللعيبه بتحبه، وحسام البدري كان مساعد ليه سنوات. انا اشتغلت مدرب مع الفارق طبعا في المستوى، انا في حته بس نفس الطبيعه، تحت يعني نفس خالص، الإحساس. وجوزيه حته فوق خالص في التدريب، ولكن الطبيعه والاحساس. انا النهارده سبت نادي واللعيبه بتحبني، وكان المساعد بتاعي على فكره ده حصل في احد الانديه، والمساعد بتاعي مسك الفرقه. لو انا نطيت له بعديها بشهر ونزلت على اللعيبه اسلم عليه وبتاع واقعد لهم في المدرج، انا روشت المساعد بتاعي ده، ما خليتوش يعيش حياته الطبيعيه كمدرب ويسيطر ويعيش، وبعدين جاي يلم الفلوس، جاي يلم الدولارات، يقول لك بحب الاهلي وكذا وكذا. اخر حاجه دفعه اخذها من شهر على داير المليين، ما سابش دولار، برغم انه يعلم ظروف الاهلي العصيبه جدا، لكن ما سابش دولار واحد للنادي الاهلي. هي قصه كده، لكن ملهاش اي ارتباط مين كان ضيف مين. ما ياما انفردنا بضيوف، وياما الكابتن شوبير او غير الكابتن شوبير، يعني مفيش توتر الحمد لله على الاطلاق، الحمد لله على الاطلاق. طيب هسأل كابتن مدحت عن الوجهه القادمه، ولكن بعد الفاصل. وطويله من احمد فتحي.
وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول هوبا وهو جول، والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله الله عليك يا بركات، لعيب كبير كبير كبير. حلوه 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 يا بركات. بسرعه على حسام غالي، حسام غالي ارضيه وياخدها مره ثانيه. حسام في اتجاه احمد بلال، بيلم احمد، بيلم احمد هوبا وجوه جول. الله الله عليك يا بلال، الله الله، بوس الخاتم براحتك يا ابني. واربعه اصفر جوه وبركات وعرضيه عاليه وحلوه هوبا، والهدف الثاني والهدف الثاني. ايه الراس دي، ايه الجمال ده. حلوه 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 لبكره الصبح. لمحمد عماره لا يرفع وعاليه وملفوفه وحلوه وهوبا، والهدف الثاني. ايه ده، ايه ده يا فاروق. الله الله عليك يا فاروق، الله الله عليك يا محمد يا فاروق. واسلام الشاطر وهوبا جوه جول. الله 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 عليك يا اسلام. حلوه 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 حلوه. عماره بكعبه جميله لعلاء ابراهيم. علاء عايز يخش لجوه ودخل علاء ودخل علاء ودخل علاء وبالعرض وهوبا، والهدف الثالث والهدف الثالث والفتى الذهبي والدبله الذهبيه واحمد دهاب. يا ولد يا لعيب. صغيره لعلاء لحسام، وانتو 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 وضربة جزاء وضربة جزاء. يا نهار ابيض عليكي ليله، يا نهار ابيض عليكي ليله. وداخل علاء وهوبا وجوه جول. الله 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 الله. حلوه 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 يا علاء يا ابراهيم. ارتدى ثوب الاجاده من اول ما نزل، وكانه بيقول للدنيا كلها. عطيه صابر يغير الملعب من اليمين للشمال، وهجمه خطيره وخطيره وعايز يعدي وداخل جوه وعلى شماله وداخل جوه وهوبا ولسه وبيلم وهوبا. يا نهار ابيض، وايه وضربه جزاء وكارت احمر. بقول لحضراتكم ماتش مش ممكن. ايه الاسماعيلي وعظمته دي، وايه الاهلي ده. يا نهار ابيض. ضربه جزاء النادي الاسماعيلي وداخل عطيه ووقف هوبا وجوه جول. الله 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 عليك يا ولد يا لعيب. حلوة حلوة حلوة. عطية صابر بأعصاب من حديد. ويطلق الحكم الدولي صفارة نهاية المباراة بتعادل الفريقين 4-4. تعبت تعبك الماتش ده يا كابتن مدحت؟ ماتش ما اخدتش نفسي كمعلق. 4-4. الاسماعيلي كان المدرب طبعا الكابتن محسن صالح عشان نديله حقه في اللقطه يعني. كان مين مدرب الاهلي؟ مانويل جوزيه. كان جوزيه. وماتش متفرد. 8 اهداف. احنا كنا طبعا بنعلق من فوق من الاستاد من فوق. لما تبقى الماتش يعني مريح شويه بتاخد نفسك وتشرب الشاي وبتاع وممكن سندوتش اثناء المباراه عادي خالص. ماتش زي ده ما تاخدش نفسك. 8 اهداف والكره سريعه جدا. الاسماعيلي كان في. قول لي بقى مين كان في الاسماعيلي في الماتش ده؟ راح الاهلي. محمد بركات. ادي 1. احمد فتحي. 2. سيد معوض. 3. اسلام الشاطر. 4. خالد بيبو كان بيلعب. محمد عبد الله. محمد عبد الله. 5. بس هم الخمسه. 5 في الاسماعيلي. عماد النحاس. وعماد النحاس. 6 بالظبط. بقوا هم 6 اعمده في النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط. هي دي طبيعه الكوره. صحيح. طب يعني برضو بالمناسبه حضرتك مقدم برامج واستوديوهات تحليليه، التعليق ليه يعني احساس مختلف عند حضرتك؟ ان انا بدات مع التلفزيون. طبعا بدات مذيع عادي بس كان ايه مش يعني مش قنوات خاصه بقى وشغل كبير يعني. لكن دخلت التعليق في وقت كان الاباطره والعمالقه. يعني كان الكابتن الشربيني ربنا يديله الصحه واشتقنا له، اشتقنا لك يا كابتن الشربيني والله طبعا. جدا. كابتن حماده امام، كابتن محمود بكر ربنا يديله الصحه من اجمل المعلقين طبعا دلوقتي. كابتن حماده امام قلنا. دول كانوا كابتن. انا حضرت الكابتن لطيف. حضرت الكابتن لطيف. كابتن الجويني. والكابتن ابراهيم الجويني طبعا. يعني ما حضرتوش في التعليق قوي. انا بتكلم على الجيل اللي انا طلعت صغير وهم كانوا واخدين الليله. لكن الاباطره اللي قبليهم طبعا عظام. الكابتن ابراهيم الجويني، الكابتن حسين مدكور، الكابتن علي زيور، دول كلهم اباطره في التعليق طبعا. فالتعليق استهواني. قدمت في الاذاعه عشان يختبروني. لا كانت شغلانه. وقتها كان عشان تبقى معلق في التلفزيون لازم تنجح في الاذاعه الاول. كان ماسك القصه دي الاستاذ احمد الليثي. عشان توصل للقصه دي ممكن تاخد دكتوراه في الذره أسهل. وما تاخدش اوكي من الاستاذ احمد الليثي. وانا هتجنن عايز ابقى معلق. وخدت الاوكي في الاخر؟ لا انا ما خدتش. فجت السيده وفاء فاضل ربنا يا رب اديها الصحه وطولة العمر بعد 3-4 سنين محاولات مع الاستاذ احمد الليثي، محاولات شخصيه يعني. وما فيش واسطه
واسطه مفيش خالص برضه. قافل الباب قافل الباب بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وانت بقى افهم في بطن الشعر. فرحت المدام وفاء فاضل، ما رحت لهاش والله. نادتني، كان قناه تانية كده والقناه الاولى في وشها كده في الكوريدور، دور العاشر اعتقد. فنادتني مدام وفاء فاضل، قالت لي تعالى يا مدحت. كنت انا قناه تانية والكوره قناه اولى. قالت لي انا سامعه ان انت عايز تبقى معلق. قلت لها يا ريت يا مدام. قالت لي طيب انا هعمل لاول مره في تاريخ التعليق اختبار للتلفزيون. تمام. غيرت القواعد كلها، غيرت كل القواعد وعملت اختبار للتلفزيون وبفضل الله نجحت. بعد ما نجحت وعملت بقى بيبو وشيل وشويه اياهم دول، جه بقى احمد لسه بيكلمني عشان اروح امتحن اذاعه. انت اللي قفلت والله. رحت له اقسم بالله رحت له. وانا كنت الحمد لله حققت شيء طيب في التعليق. لكن مفيش مشكله ما دام الطريق الطبيعي ان انا امتحن في الاذاعه، لا اروح امتحن. تمام. ورحت امتحنت ونجحت. تمام. سألت حضرتك قبل الفاصل عن وجهتك الإعلامية المقبلة. ناس شافت حضرتك أو كلنا شفنا حضرتك في MBC مصر. نعم. لمدة 3-4 حلقات. وبعد كده حضرتك مش متواجد. صحيح. ال4 حلقات دول انتوا اللي راعي عندكم هنا بيبسي كولا. فما فيش مشكله نقول بيبسي كولا. تمام. ال4 حلقات دولت كانوا تبع بيبسي كولا تحت شعار ارجع شجع. تمام. فانا عامل ديل مع بيبسي كولا. فهم من حقهم عليا وفقا للعقد ان انا اعمل لهم شغل. فقالوا احنا عاملين 4 حلقات علشان بطوله كاس العالم ومش عارف ايه. قلت لهم تحت امركم. عايزين تعرضوا فين؟ فقالوا انت ليك رغبه نعرض فين؟ قلت له لا زي ما انتوا عايزين، هم يدفعوا في الاخر فلوس بالظبط للقناه يعني. فهم اتفقوا مع ام بي سي باي ذا واي كانوا متكلمين معايا بالفعل. وانا قلت ده في الحلقات اللي قدمتها. هم الناس مجهزين كل العقود وكل حاجه. انا بس طلبت منهم ان احنا نرجي الامر شويه لغايه لما نشوف القنوات في اجتماع الاسبوع الجاي للقنوات. مين القنوات اللي هتشتري الدوري؟ النهارده مش ممكن اشتغل في قناه مش ما عندهاش استوديو، ما عندهاش استوديو دوري. ما ينفعش اخد هايلايتس يعني. بالظبط. في عرض تاني في منتهى الاحترام موجود مع عرض طبعا الام بي سي في منتهى بلاش نقول دلوقتي. طب ليه؟ ليه؟ عشان ممكن ما يحصلش نصيب. فانا دايما احب احترم الكلمه يعني. انت بتداري على سمعتك عشان تقيل. ممكن. طيب ماشي. فان شاء الله عقب اعلان القنوات اللي هتاخد الدوري هوقع تاني يوم ان شاء الله. تاني يوم. طب اكيد اتفرجت على ال4 حلقات بتوع حضرتك اللي كانوا في MBC مصر. صحيح. تمام. حاسس بنفس الطله بتاعت مودرن؟ الاستوديو اضاءته احلى، خلينا اقول لك بصراحه. الاستوديو اضاءته احلى والشاشه بتاعته يعني هاي كواليتي. انا بتكلم بصراحه. والريزوليوشن بتاع الشاشه عالي. تمام. اتصور مدحت هو مدحت، اتصور انت اللي تحكم بقى يعني. انا ما اقدرش احكم، لكن انا طلعت راضي عن الحلقات جدا. وكان رد الفعل جيد جدا من قبل الاداره بتاعت القناه. طيب اخر حاجه في المواضيع اللي فيها صدام قبل ما نخش بقى في تحليل الكوره. يعني الصدام الكبير ما بين الكابتن مدحت شلبي وما بين الدكتور علاء صادق. يعني هل مستمر لغايه دلوقتي ولا الموضوع خلاص هدي؟ وخصوصا ان حضرتك اصلا شخصيتك الناس تعرفها مش تصادميه. نعم. يعني حضرتك مش بتاع صدام، بل بالعكس انت بتحب تلم الناس كلها حواليك. نعم. دي شخصيه حضرتك يعني المتعارف عليها. لسه الصدام موجود وكان ليه الصدام اصلا؟ يعني كان ليه الصدام اصلا؟ ليه يعني لسه الصدام موجود؟ انا اساسا ما اعرفش الدكتور علاء في مصر ولا بره مصر. في قطر اعتقد او حاجه زي كده، الله اعلم. ما فيش علاقات مع الدكتور علاء على الاطلاق السنوات الاخيره دي. وبالتالي ما فيش صدام موجود دلوقتي. لان يعني لان ما فيش تعامل اصلا. ما فيش تعامل اصلا. واخد بالك؟ ليه كان الصدام وقتها؟ الصدام وقتها ببساطه شديده جدا لان انا كنت بعد ماتش مصر والجزائر لو تتذكر طبعا 3-1 هناك و2-0 هنا. 2-0 هنا. وحتى الاندبندنت وكذا 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 طلعوا قال لك ان مصر تاهلت باعتبار ان الهدف خارج الملعب بهدفين. وحتى بلاتر لما سئل قال نرجع للائحه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والدنيا كانت متلخبطه وقتها بشكل مش طبيعي يعني. فانا سالت، كنت طالع ايامها في مودرن، طلعت الجزء الاولاني قلت انه وفقا للائحه مصر تتاهل. وبعدين بعد ما خلصت الجزء الاولاني قالوا لي ده في كلام ان كذا او كذا. كلمت الاتحاد الافريقي قالوا لي لا لسه وهتحسم بكره وغالبا مش هيطبقوا الهدف بهدفين خارج الملعب. فطلعت صححت المعلومه في الجزء الثاني في نفس الحلقه. تمام. فوجئت تاني يوم بهجوم الدكتور علاء طلع في 5 قنوات مداخلات بالاضافه لان هو كان بيطلع في برنامج.
معرفش نوع من انواع التحفز يعني. في مهاجمتي مش بقى في المعلومه يا سيدي، انا اخطات في معلومه وصححتها في نفس الحلقة. في نفس الحلقه. وحتى يا سيدي لو ما صححتهاش جل من لا يخطئ. بالظبط. واخد بالك، كلنا بنغلط عادي يعني، وهنغلط، مفيش مشكله يعني. بصيت لقيته داخل في قصص تانية، ده مدحت بتاع برامج الرقصات والمنوعات والحكايات والروايات، ودخل في افلام غريبه جدا يعني. انا اندهشت. وبعدين روحت بيتي بفكر، وسالت حتى مراتي في البيت ارد ولا ما اردش. فقالت لي لو ما ردتش انا هيجي لي شلل. فما هنش عليك، لانه 5 حلقات 5 حلقات هجوم عليا، وهجوم غير مبرر. يعني الدكتور علاء مع كل الاحترام لما بدأنا مودرن سبورت كان بيطلع معايا في الاستوديو في الكورنر الخلفي بنبصي له سؤال، بيقول رقم، بيقول كذا كذا كذا، بس هو تالنت، عنده موهبه، مفيش كلام في ده يعني. لكن اقصد يا اخي احنا طالعين مع بعض يعني. انا غلطت، اوكي كلمني صحح لي بالظبط مثلا يعني. فكان غير مبرر، بس الحقيقه لغايه لما رحت الاستوديو واول ما اللمبه نورت اديتها قصيده البغبغان. انطلقت. بالظبط. طيب البعض بيقول يا كابتن مدحت ان كابتن مدحت شلبي احيانا كثيره هو صوت لاصحابه، يعني صوت لكابتن هاني ابو ريده، صوت لعمرو فاروق، صوت لممدوح عباس. في ناس كتير قالت الكلام دوت. اوكي. اكيد كنتوا بتسمعوا. طبعا. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ انت قلت 3 شخصيات. نبدا بالمهندس هاني ابو ريده. المهندس هاني ابو ريده صديقي العزيز، هاجمته بضراوه في اكتر من موقف رياضي يعني، وزعل مني في بعض الامور، ولكن انا فهمت ان الاعلام شيء والصداقه شيء اخر على الاطلاق. ولكن ما نقدرش ننكر ان هاني ابو ريده مشرف للرياضه المصريه، انه يبقى مصري عندنا عضو في اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي اللي بتتكون من 24 عضو، هو واحد من 24 عضو على مستوى العالم. ان عندنا مصري بيتبعت له على الايميل بتاعه من السكرتير العام للاتحاد الدولي كل ما يحدث في الكره في العالم عشان يبقى هو اب تو ديت. ده شيء يشرفنا طبعا. واخد بالك. فكنت بتهاجمه؟ هاجمته وبضراوه في موقفين 3. العمري بيه فاروق ما كانش بيطلع غير معاك، وهو وزير ما كانش بيتكلم غير معاك. دي حقيقه. بس لما ترجع له، اولا مقتنع بيه جدا، وهو وزير رياضه على اعلى مستوى، وهو ظلم في الاحداث. خلي بالك الاحداث بتيجي بتشيل طبعا الحابل والنابل يعني. عارف يعني ايه الحابل والنابل الاول؟ يعني الكويس والوحش. انا اقولها لك بقى، ما دام قلناها قدام الناس لازم نشرحها لهم. تمام. مش دايما نقول لك اختلط الحابل بالنابل؟ المعارك زمان الحابل اللي هو الماسك الحبل ماشي بالحصان او بالجمل، النابل اللي هو بيضرب النبله. النبل. لما تقوم الحرب يختلط الحابل اللي هو بيسحب ده بالنابل اللي هو بيضرب النبل. اوكي تمام. طيب نرجع لعمري بيه فاروق. هو ظلم في ان هو اتشال من الوزاره، برغم ان جه شخصيه جميله جدا الكابتن طارق أبو زيد صديقنا العزيز، وانا سعيد بمواقفه الاخيره وبالقوه اللي بدا يبديها في الوسط الرياضي. تمام. العمري بيه انا هاجمته بضراوه في اللائحه الاولانيه، وهو تراجع. قلت له لو لم تتراجع عن قرارك، انا بس مش متذكر كان القرار ايه، حاجه كان كونفليكت كده، السن، موضوع الاعمار السنيه. لا ده حاجه في الاول خالص. اول ما مسك اخذ قرار معين كده، كان قرار عنيف جدا ومش ماشي مع لوائح الاتحاد الدولي. فهاجمته بضراوه وبعدين بعد 24 ساعة تراجع في القرار، وده شيء يحسب له. الكبير لما يغلط يتراجع. تمام. الصغير لما يغلط يكابر أو يتمادى. لكن كان على أعلى مستوى. ممدوح بيه عباس من الظرفاء في الوسط الرياضي وصديقي وما زال. أكتر واحد هاجمته وطالبته بالاستقالة في وقت. قلت له أنت غير قادر على إدارة نادي الزمالك، وعلى فكرة وكنت بكلمه بعديها باسبوع او باسبوعين وكان بيرد بمنتهى اللطف والظرف. انا القصه دي يا كابتن وائل مش عندي خالص. طيب فاضل واحد كنت ناسيه. الاستاذ كامل ابو علي، برضو صداقه كبيره بينك وبين جدا الاستاذ كامل جداً. وبرضو يقال ان حضرتك كنت صوت النادي المصري، يعني حضرتك صوت كامل ابو علي. كامل بيه ابو علي اللي عمله للنادي المصري ما عملوش رئيس نادي في تاريخ الكره المصريه. اللي عمله كامل بيه ابو علي للنادي على فكره كامل بيه ابو علي لا عمري رحت له فندق
في الغردقه او في المغرب او غيره عزمني مليون مره، عمري ما رحت، عمري له ولا لغيره ولا لغيره. يعني واحد كده من اللطاف الظراف بيكتبوا عواميد، واخد بالك، وربما يكون صديقي يعني، كتب مره عمود كده في السكه اللي هي فيها قله ذوق، بيحاول يلوش على علاقتي بكامل بيه، ان هي فيها مصالح يعني. ده اقول لك يعني من ضمن المصالح اللي اتقالت ان حضرتك واخد عربيه من الاستاذ ده كمال واحد تافه، صحفي تافه، انا اسف يعني، بتاسف للصحفيين، لكن الصحفيين فيهم العظيم وفيهم طبعا التافه، زي اي مهنه، والمذيعين فيهم العظيم طبعا وفيهم التافه طبعا. يعني دي موجوده في كل واحد تافه راح كتبها، واخد بالك، عربيه ايه ويديني عربيه ليه؟ يعني هو انا يعني سوري يعني هكسبه الدوري يعني حتى مش لوجيك. اذا كان هذا الحمار اللي اطلق هذه الاشاعه كان لازم يفكر اول ما تطلق اشاعه لازم تحط لها ثوابت واعمده. يعني النهارده واحد هيديني عربيه، اوكي، طب نظير بس ايه؟ بس نظير ايه؟ الا اذا كانت نظير بوتو، واخد بالك. يعني دي كلها كلام صغير، كلام صغير. تمام. طيب خلينا بقى نخش في الكوره. اتفضل. هزيمه غانا شفتها ازاي؟ بص يا بك، خلينا الاول برضو نفكر ناس، ما اعرفش انت قلت امبارح او لا، انا ما يعني بالنسبه لقائمه المحترفين طبعا هو استدعى 7 محترفين. حسام غالي طبعا اليرز البلجيكي، محمد صلاح والنني من بازل السويسري، ابراهيم صلاح من العروبه، عمرو زكي من السلميه، جدو من هال سيتي، كهربا من لوزيرن السويسري، وابراهيم صلاح من العروبه السعودي. واستبعد احمد المحمدي، مستبعد احمد محمدي. وعندي معلومات مؤكده ان حصل كلاش يوم مباراه غانا بعد المباراه في اوضه اللبس ما بين احمد المحمدي وما بين محمد ابو تريكه. ابو تريكه عنف المحمدي، قال له انا بتفرج عليك في هال سيتي، انت بتكسر الدنيا، انت بتعمل ايه هنا وبتاع. فرد عليه المحمدي وقال له يعني انت اللي عملت ايه النهارده؟ حوار من هذا الاطار، وانت حافظ الحوارات اللعيبه يعني. لكن مش هو ده السبب. اكيد انا كمدير فني لما اشوف 2 بيشدوا مع بعض يعني هستبعد واحد عشان المشاده؟ مستحيل. ما انا بقول لك مش ده السبب طبعا. لكن ده باي ذا واي برضه بنحب نعرف الناس الاجواء بتبقى ماشيه ازاي. تمام. المفروض ان هو ان شاء الله بعد كاس مصر يوم 9 السبت هيعلن الاسامي الباقي، وبعدين يخش معسكر في الدفاع الجوي، هتخللها مباراه مع زامبيا يوم 14 نوفمبر بإذن الله. في الدفاع الجوي باذن الله ان شاء الله. انا في رايي في 4 اسباب مسؤولة عن الهزيمة. يعني ساهمت بقوة في الهزيمة. نقول 4 أسباب وبعدين ممكن نفسر بسرعة. تمام. خلينا طبعا نقول اللي الناس قالوه كله، انه عدم وجود نشاط رياضي حقيقي. هو اتوجد الدوري اتلعب على فكرة، الدوري مش ما اتلعبش، الدوري بتاعنا اتلعب، بس مش تقول ان في دوري قوي، يعني مفيش مباريات، يعني دورة تنشيطية نسميها كده، يعني مجموعتين والحكاية والرواية. موضوع مش ما يقيمش لعيبة على مستوى عالي. ده واحد. 2، خلينا نقول انه اللعب خارج الملعب. انا عندي احصائيه هنا اعملها لك. المنتخب لعب 26 مباراه وديه في الفتره الاخيره. لعب في الامارات 7 مباريات، ومع الاسف لعب في قطر 6 مباريات، ولعب في السودان 4 مباريات، ولعب في لبنان مباراه، وفي عمان مباراه، وفي اسبانيا مباراه، وفي جورجيا مباراه، ولعب 5 مباريات في مصر. إذن هذا المنتخب محروم حتى أنه يلعب على ملعبه المباريات الودية اللي تساهم في قدرة الفريق على أنه هو يقف على رجليه. تمام. 3، المزاج العام في مصر. النهارده أنت لعيب كورة، لو أنت متخانق في بيتك ورايح تلعب ماتش كورة هتأدي بنفس الطريقة لو انت سعيد ومزقطط في بيتك وسهران سهره حلوه مع مراتك واولادك ومش عارف ايه الحكايه والروايه. هل الامر يختلف ولا؟ يختلف، بس انا لو متخانق مع مراتي مش هتنزلني من البيت اصلا. مش هتنزلك من البيت اصلا. نزلت من البيت المزاج ممكن اتعور كمان، مش كده؟ طبعا. هتبقى مشدود طبعا، هتبقى مش مبسوط. اكيد. الاتموسفير العام في مصر الفتره اللي فاتت ما يسعدش مش رايح للرياضه كمان، مش رايح للرياضه. الفتره اللي فاتت ما فيهوش احساس البهجه. بالظبط. هي البهجه جايه، خلي بالك، وجايه ان شاء الله مع الايام القريبه جدا القادمه باذن الله، ومصر ستتحرك الى الامام ولن تعود عقارب الساعه الى الخلف. ده باي ذا واي يعني. ولكن خلينا نقول انه ما فيش بهجه.
لدرجه ان اللعيبه في احد المباريات بتاعت منتخبات الشباب والكلام ده لغايه 6 الصبح بيتناقشوا، وانت مش عارف اخوان، لا انت كان بلد مع الاسف اتقسمت طبعا مع الاسف. والله جازي اللي كان السبب في تقسيم هذا الوطن يعني. لكن المزاج العام مش حلو، فاللعيبه اوريدي مش رايحه مبتهجه. مهما حاول المحيطين بالمنتخب وباللعيبه ان هم يطلعوهم من الحاله دي، لكن الحاله موجوده متأصلة يعني في الانر فيلينج جوه خالص، يعني مغروزه، اللي هي حاله عدم البهجه. تعال بقى نتكلم في نقطه رابعه، وعلى فكره العوامل دي كلها مهمه جدا جدا، والمزاج العام ده مهم جدا، وكل حاجه ليها نسبه، وكل حاجه ليها نسبه، وكلها بتتركب في الاخر مع بعض. بالظبط. لو حطينا بقى مقارنه ما بين لعيبه مصر ولعيبه غانا فيما يتعلق بدرجه الاحتراف. يعني النهارده انت بتتكلم في لعيبه، يعني لو انا جبت مثلا قلت لك هنا هجيب لك بس 5، على فكره ال 25 لاعب بتوع غانا محترفين بره غانا. لو جينا نتكلم على 6 7 بس في غانا، سولي مونتاري ميلان، بواتينج راجع على فكره يعني مش ناقصه، راجع كمان بواتينج، شالك راجع يعمل ايه؟ كوادرا سامويل اللي لسه بيلعب امبارح مع اليوفنتوس امام ريال مدريد يوفنتوس، مايكل اسيان تشيلسي الانجليزي، فراين بونج ارسنال الانجليزي، اندري ايو مارسيليا الفرنسي، اساموا جيان طبعا النجم العظيم بتاع الهلال الاماراتي ده راح الامارات، راح ب 34 مليون جنيه مصري. نجم عظيم طبعا. يعني بتكلم في ايه يا كابتن وائل؟ بتكلم في ميلان، بتكلم في شالكه، بتكلم في اليوفنتوس، بتكلم في الارسنال، بتكلم في ميلان، بتكلم في العين الاماراتي. ما بتكلمش بقى في، مع كل الاحترام لكل الانديه، ما بتكلمش في ليرز، ما بتكلمش في العروبه، ما بتكلمش في السلميه، ما بتكلمش في الكلام ده. ومحدش يزعل من ان انا بقارن ده بده، لانه محدش يقول ان اليوفنتوس زي السلميه، لا طبعا، ومحدش يقول ان العروبه زي ميلان، لا اكيد، دي مستويات. هتقول لي ما احنا لعبنا في 2006 قدام مش عارف دروجبا كان بيلعب في تشيلسي، ومش عارف مين كان بيلعب فين من وجهه نظري التي لا قيمه لها، أيوة. ان البطولات المجمعه ليها جو مختلف. برافو يعني عليك. ممكن اكسب بطوله مجمعه بمجموعه يعني محليين، ما عنديش مشكله. برافو عليك، صح، برافو عليك، برافو عليك. طبعا يعني انا مش عايز اتكلم في عوامل قد تؤثر بالسلب على المباراه اللي جايه اعلاميا، لكن مؤكد في عوامل اخرى بنحتفظ بيها الى ما بعد المباراه الثانيه، لان احنا برضو في الاعلام يا كابتن وائل لازم نبقى باكنج للمنتخب بتاعنا. يعني في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش، في حاجات ما يجب ان هي تتقال حفاظا على المنتخب، واخد بالك، سواء فيما يتعلق ببعض الامور الخاصه باللاعبين انفسهم او قدرات الجهاز الفني، واخد بالك. الكلام ده كله مش وقته، مش وقته دلوقتي، وما يصحش نتكلم فيه دلوقتي. تمام. طيب يعني بالكلام كده ان بالورقه والقلم حضرتك عايز تقول بالورقه والقلم منتخب غانا يكسب؟ بص يا بيه، احنا لعبنا مع غانا 8 مرات، احنا كسبنا 4 مرات، هم كسبوا 3 مرات، وتعادلنا مباراه. بتكلم على الرسمي، سيبك من الودي. تمام. لعبنا مع غانا 8 مرات بما فيهم المباراه الاخيره. احنا كسبناهم 4 مرات رسمي، يعني التاريخ لصالحك. هم كسبونا 3 مرات بالمباراه الاخيره، وتعادلنا مباراه. تمام. مساله المباراه القادمه، يعني انا عامل لك فقره هنا في برنامجك، واخد بالك، ده برنامجك يا كابتن. الله يخليك. والله ان هي معناها يعني ايه امكانيه المستحيل، انا هسميها مستحيل. جبت لك 3 فيديوهات، ما اعرفش اذا حابب تعرضهم دلوقتي بعد شويه. بيبو ان شاء الله يعرضها لنا دلوقتي. واخد بالك، مجموعه اهي الفيديوهات هي شغاله يا كابتن. ده ماتش اللي قدامنا ده نيجيريا. شوف يا بيه، انا يعني هقول لك على 4 5 حاجات ولا في الاحلام، ولا في الاحلام. بدايه اللي قدامنا ده نيجيريا والاتحاد السوفيتي، ده كان في دور الثمانيه في كاس العالم للشباب 89. تمام. الاتحاد السوفيتي يا بك تقدم 4-0 حتى منتصف الشوط الثاني، يعني لغايه نص الشوط الثاني. على فكره البطوله دي كانت في السعوديه. تمام. لغايه نص الشوط الثاني الاتحاد السوفيتي كسبان 4-0. اعتقد ان الموضوع كده خلص انتهى. في نص الشوط الثاني لغايه اخره نيجيريا جابت 4 أهداف متتاليه. بقت 4-2 دلوقتي. بقت 4-2 هنشوف لغايه 4-4 واخد بالك. ولجأوا الى ضربات الترجيح من نقطه الجزاء، وفازت نيجيريا بضربات الترجيح من نقطه الجزاء 5-2.
3 شيء ولا في الأحلام. يعني بنتكلم مرة تانية، نيجيريا والاتحاد السوفيتي في بطولة كأس العالم للشباب 89 في المملكة العربية السعودية 4-0 تقدم الاتحاد السوفيتي 4-0 لغاية فين يا كابتن وائل؟ منتصف الشوط الثاني، وفي نص شوط نيجيريا أمطرت الاتحاد السوفيتي ب4 أهداف متتالية. انهار فريق الاتحاد السوفيتي تماما وبقت النتيجة 4-4. وبعد كده راحوا لضربات الترجيح ونيجيريا كسبت نيجيريا. يعني عايز تقول ليه لا؟ يعني هقول لك في الاخر، بس احنا يعني جايبين ايه؟ مباريات العوده المستحيله. طبعا دي كانت مباراه، المباراه الثانيه جاهزه يا بيبو؟ يعني ممكن لغايه لما اجهز بيها اقول لك مباراه ما فيهاش فيديو. فيها ايه مباراه ثانيه اهي؟ دي مباراه ثانيه، انجولا ومالي. دي انجولا ومالي لو تفتكر افتتاح بطوله افريقيا 2010. تمام. كان مانويل جوزيه هو المدير الفني، الله ينور، لانجولا، وكان معاه فلافيو ومعاه جilberto. تمام. وفي الدقيقه كام حضرتك اهو شايف؟ في الدقيقه 78 تقدمت 4-0 لغايه الدقيقه 78، ومن الدقيقه 78 للدقيقه 90 مالي جابت 4 أهداف في 10 دقائق. يا نهار ابيض، في 10 دقائق. انت عايز كام هدف في 90 دقيقه؟ 5. جابت 4 أهداف في 10 دقائق. يعني ممكن هكمل في الاخر. لكن طبعا المباراه بالوضع ال 4-0 الفريق وعلى ملعبه في وسط جمهوره متقدم 4-0 ويتحط فيه 4 أهداف متتاليه، شيء طبعا بيسموها مباريات العوده المستحيله. طبعا دي اللقطه الثانيه. تمام. عندنا لقطه ثالثه معرفش بيبو جاهز بيها او لا. دي كانت في اياب نهائي دوري ابطال اسيا 2004. كانت بين مين ومين؟ كانت بين مين ومين؟ كانت بين فريق كوري. ايوه كوري واتحاد جده ده. واتحاد جده السعودي، برافو عليك. اتحاد جده السعودي اللي هو مخطط ده على الشمال. والفريق اسمه سيونينجنام الكوري في اياب نهائي دوري ابطال اسيا. دور النهائي للبطوله. اتحاد جده السعودي خسر على ملعبه من فريق سيونجنام الكوري 3-1 في مباراة الذهاب. تمام. خسر فين؟ في مباراة الذهاب في السعودية. في السعودية 3-1. طب يروح يعمل ايه بقى؟ خلاص بقى. لدرجة ان بدأت اصحاب السعودية تطلب من الفريق الاعتذار عن السفر لكوريا الجنوبية. تمام. بس كانت غلبنا هنا 3-1 هنروح نعمل ايه هناك؟ وحافظوا على المدير الفني بتاعهم؟ وحافظوا على المدير الفني. ما مشيش. تمام. خلاص كده؟ لاعبي الاتحاد فاجئوا الجميع في مباراة العودة وسجلوا كام بقى؟ 5 أهداف. يا نهار ابيض. فين؟ في كوريا. الصحافة يبقى شكلها عامل ازاي دي؟ لا ما هو الاعلامي يبقى شكله عامل ازاي؟ التقطيع الرهيب. ما هو خلي بالك يا كابتن وائل، والتناقض بقى اللي بعديه على طول. اوكي، بس برضو في حاجات تعذر فيها الصحافه والاعلام. النهارده انت بتتكلم في ماتش كوره. هو ده مباراه العوده دي مباراه العوده. واخد بالك؟ السعوديه امطرت سيونينجنام الكوري ب5 أهداف نظيفه في كوريا. والذهاب 3-1. تمام. وخلصت المباراه النتيجه خلاص لصالح المملكه العربيه السعوديه. فازت بالمباراه وفازت باللقب طبعا في سابقه لم تتكرر في تاريخ كره القدم. تمام. قول لي بقى الكونكلوجن، عايز تقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك حاجه اخيره قبل ما اقول لك عايز اقول ايه. تمام. لو تفتكر مصر واثيوبيا في تصفيات كاس العالم للشباب 97 كان الكابتن حلمي طولان. ايوه طبعا 5-0 هنا خلاص خلصت الليله بقى. طبعا رحنا اتغلبنا في اثيوبيا 5-0 وبضربات الترجيح كسبنا. واخد بالك؟ طيب عايز اقول ايه؟ تعالى لي بقى يا بيبو. تعالى لي بقى يا بيبو. عايز اقول بمنتهى الصراحه الماتش بتاع يوم 19 نوفمبر بيدخل في اطار المباريات المستحيله. ولكن هل سيعنون بمباريات العوده المستحيله؟ ممكن. حلو. ده تفسيري. مباريات 19 نوفمبر تدخل في اطار المباريات المستحيله، ولكن هل ممكن نحط لها عنوان اخر العوده المستحيله؟ انت رايك ايه؟ انا رايي وارد. وارد ولا وائل؟ لا وارد. خلونا نكمل مع كابتن مدحت شلبي ولكن بعد الفاصل. يلا.
هذا البرنامج برعاية بتحلم تغني وتبقى نجم عالمي وصورك تملى الطرقات، عاوز تكسر الدنيا؟ مش في البرنامج ده. المطلوب منك تفاجئ وتحقق حلم اخوك، اختك، صاحبك، صاحبتك او اي حد من عيلتك، وتخليه يقابل فنانه المفضل اللي بيحلم يقابله. ازاي؟ احنا هنقولك، بس بشرط خليها بيننا وبينك. للمشاركة في ميت ماي ايدول يرجى الاتصال بالأرقام التالية أو أرسل كلمة ايدول على رقم 95 181 أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك أو تويتر. طاهر ابو زيد لمختار، براس مختار وماشي مختار، يا لو ماشي للخطيب والخطيب يرقص وراس واحدتين وهيجيب جول، يا جول! وكأس افريقيا مع ابطال مصر. وتلعب تاني طاهر ابو زيد وبيحطها ايمن شوقي يجيب الجول الثاني. هوبا بيمو والهدف الاول، وهي البيمو الهدف الثاني، الهدف الثاني، ثلاث يومك يا عريس. حط الله عليك يا حبيب والديك. وادي العرضيه حلوه، وادي اسامه، الله دخلوا جوه، وادي التسديده، الله يا بركات. لسه مش قريبين من بعض القرب الكفايه. حط هذا البرنامج برعاية الله يكون في عون هنري ميشيل والهدف. الله 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 عليك يا اسد، الله 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 عليك يا طرزان، روعه 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 يا قطر، يا نهار ابيض عليك، الله 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 عليك يا عمرو يا زكي، اسد يا ابني اسد، بطل يا ابني بطل. مين قال عليه ان عنده القلب؟ قلب ايه ده؟ يجيب القلب للمنافس. عماد متعب وهي هوبا والهدف. الله 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 الله، فكيت النحس يا ابني، فكيت النحس يا ابني. حلوه 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 حلوه. لما من شيكابالا والتاني على شماله والتالت على شماله، هوبا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا شيكابالا، يخرب عقلك يا راجل، يا نهار ابيض. الله 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 الله، سبايس يا شيكابالا، يا حراق، يا مشطشط، يا شيكا، يا مزيكا. خطيره وهوبا واللمه عماد متعب وهي واللمه وعلى شماله والعرضيه وهوبا والهدف. الله 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 عليك يا ابو تريكه. تنفست الصعداء، ما تزعلش يا عبد المنصف، تنفست الصعداء يا ابو تريكه. حلوه 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 حلوه، الارضيه الحلوه والتسديده هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الله 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 عليك يا جمال يا حمزه، الله عليك يا زمالك، يا عيني عليك يا جوزيه. الله 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 على الروعه. دور على اسامه والهدف، يا نهار ابيض. الله 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 الله، روعه يا ابني روعه. اسامه حسني، يا نهار ابيض على الليله، يا نهار ابيض على خطيبتك اللي عمال تبوس دبلتها. والرابع اهو، والرابع اهو، واللمه اهي هوبا، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني. افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا سمسم. اهلا بكم من جديد. رجعنا لكم بعد الفاصل وحوارنا مع كابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت، مين الاسامي اللي ممكن ترشحها لخلافه برادلي في تدريب منتخب مصر؟ وهل الاسامي دي فيها اجنبي ولا ما فيهاش اجنبي؟ اوكي، هو طبعا برادلي خلينا نقول انه بعض الناس كانوا طالبوا بانه هو يتغير في المباراه الاخيره. طبعا ده كان طلب في منتهى السذاجه اللي في الدنيا، لان معناه ان انت تمشيه قبل المباراه الاخيره، معناها ان انت
جايب واحد عشان تحرقه، وجايب واحد عشان تشيله الليله، وبتمشي واحد بتخلصه من مسؤولياته. تمام. فده كان امر غير مقبول ولم يعرض في اتحاد الكوره، واتحاد الكوره احسن فعلا وصنعا ان هو تمسك ببرادلي حتى. بس الناس بيقولوا ان هم تمسكوا بيه عشان خاطر الشرط الجزائي بس. خلينا نقول ما فيش شرط جزائي وانت صاحب القرار. تمشيه وتجيب واحد الماتش الاخير ده؟ لا، ما عشان هنا في مصر يعني هيحكموا على الاخير ده، يعني اللي هيجي ده هيتحكم عليه في الماتش اللي جاي. في الظروف دي؟ طب في الظروف دي في الماتش بالنتيجه دي صعبه جدا. 6-1 بتتكلم، مين يقبل يلعب ماتش؟ عارف اللي هيجي لك يقول لك ايه؟ انا مش مسؤول عن الماتش ده وهبتدي اتسال من المباريات ان شاء الله بتاعت كاس العالم 2020 مثلا او حاجه كده يعني. فطبعا امر غير مقبول وتصرف سليم من اتحاد الكوره. وانا شايف اتحاد الكوره تعرض لحمله من وجهه نظري ظالمه في الامر ده. لما اخذ برادلي العلامه الكامله 18 من 18 مع كل الاحترام للمنتخبات اللي هو لعبها، منتخبات طبعا ما هياش عظيمه يعني، ولكن اخذ العلامه الكامله. يعني غانا اللي احنا بنتكلم عليها دي اتغلبت من زامبيا في التصفيات 1-0 وكسبت 15 نقطه من 18. انت واخد 18 من 18 وبرضه مجموعتها كانت لسوتو والسودان وزامبيا. بس يعني في الاخر من اين يعني تؤكل الكتف يعني. خلينا بنقول ان مش مهم اللي حصل في التصفيات، انما انا معاك الحاجه النهائيه. انا معاك، بس انا بقيم مدرب او بقيم جهاز. يعني هو برادلي خبراته كلها بيشتغل في جامعات في امريكا، وبعدين اشتغل مع منتخب امريكا 2006 كاس عالم و2010 في كاس عالم. والمناسبه في 2006 قابل غانا وهو ماسك امريكا واتغلب، وفي 2010 قابل غانا في كاس العالم واتغلب. يعني احنا لو كنا عارفين القصه دي ما كناش لعبنا الماتش الاولاني لانه غانا هتكسبك كنا نمشي قبل غانا بالظبط. فخلينا نقول ان ابقائه هذا قرار صحيح 100%. وانا شايف ان الحمله اللي تعرض لها اتحاد الكره حمله في غير موضعها، والبعض بيحاول يخلص مواقف شخصيه على حساب القيمه بتاعه الكلام. ممكن واحد مثلا راح حب يبقى يعمل مدرس على اتحاد الكوره، رفضوا النصيحه، طلع يهاجم، ماشي هاجم براحتك، لكن في النهايه ستظل في مكانتك وحجمك، لان احنا بنقيم مواقف تمام، ما بنقيمش صغائر. خلاص اللي جاي صعب قوي ان احنا نتكلم دلوقتي من يخلف برادلي. اولا ارتباطاتك عندك وقت، واخد بالك؟ طب هقول لك اسامي مرشحين وحضرتك قول لي برضو بحكم خبرتك الاعلاميه وخبرتك التدريبيه. يعني شوقي غريب مرشح، قول لي مجموعه الاسماء. مرشح، اوكي. حسام حسن مرشح، اوكي. قيل عن مانويل جوزيه ان هو مرشح، فنجاده مرشح. هم دول الخمس اسامي تقريبا مرشحين. يعني جوزيه وفنجاده كاجانب مصريين، حسام حسن وحسام البدري وشوقي غريب. كلها اسماء محترمه مفيش كلام. باي ذا واي طبعا انت عارف ان كابتن حسام مع منتخب الاردن عنده مباراتين مع اورجواي طبعا في النص مقعد اللي فاضل ده طبعا، وان شاء الله نتمنى له، اذا كان بيتفرج علينا نتمنى له كل توفيق. برضه يا كابتن وائل صعب ان انا اجاوبك على السؤال ده. مانويل جوزيه وجهة نظري التي لا قيمة له. بالظبط. لا مش كده بس، لا قيمة له. طيب جوزيه لم ينجح على الإطلاق إلا مع النادي الأهلي. يعني لما راح إيران فشل، ولما راح أنجولا فشل، ولما راح السعودية فشل. الكلام ده هيزعل رابطة مشجعي النادي الأهلي إن هم بيحبوه في كاريزما بتاعته. هو عنده كاريزما، عمل بطولات هنا طبعا، بس عمل بطولات لما كان واخد ابو تريكه وعنده 28 سنه و27 سنه، وائل جمعه عنده 26 سنه، وحسام غالي وعنده 2. موضوع مختلف. انا افهم ان المدرب اللي ينجح هنا ده زي المايسترو، زي العازف الماهر. كنت بتلعب تشيلو او كمانجا او كذا او كذا، وعزفت معزوفه في مصر، ودوك السعوديه ادوك نوته سعودي هتعزف لان انت عازف ماهر، ودوك ايران ادوك حته شاهنشاه هتشتغل، واخد بالك؟ لكن كون ان انت تنجح في منطقه وتفشل في كل المناطق، اذا حتى البرتغال نفسها ما استعنتش بيه. 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 اذا في المساله دي تمام. ده بالنسبه للبث الفضائي. وانا عايز اعلق تعليق صغير على موقف النادي الاهلي اللي اثاره بعض من اعتقد الكابتن حسن حمدي او حاجه كده، انه قال انه الاهلي هيسوق لوحده. الاهلي ما يقدرش يسوق لوحده، ما يقدرش.
وممنوع التسويق الفردي، وهي كلمه غير مدروسه. سوري يعني، انا النهارده قاعد مع 18 نادي ولا من 20 نادي، انت بتنسحب، طب شوف مين هيلعبك. انا انبي مش هلعب معاك، انا المحله مش هلعب معاك، انا اتحاد اسكندريه مش هلعب. روح العب بقى انت، اعمل دوره وديه وسوق بمعرفتك. كلام مش مدروس. لازم الكلام يتقال يبقى كلام مدروس ومن ناس عقلاء. طبعا وعقلاء. نيجي للملاعب. انا اقترحت على جمال بيه علام، هو متفق مع الانديه ان يوم 16 الشهر ده كل نادي يجيب موافقه الامن على الملعب اللي هو يلعب مبارياته في الدوري العام. تمام. وهم الامل بتاعهم يبداوا الدوري 23 نوفمبر، انا اقول مش هيبتدي قبل اخر نوفمبر. طيب ما حدش يعرف يجيب موافقه امن دلوقتي. اقترحت عليه 5 ملاعب اساسيه و3 ملاعب احتياطيه في الصعيد. تمام. والامن العام في الصعيد ما عندوش مشكله خالص، واتلعبت مباراه الاسماعيلي الاخيره مع وادي دجله في الاقصر بجمهور. تمام. بجمهور. عندك الجونه بتشيل 18,000 المدرج، وفي خلال شهر ونص كان بيكلمني الحاج احمد صحيف امبارح هتتم انارته كامله. تمام. بحيث تقدر تلعب بالليل. مش هيبقى عندك مشكله. ما عندكش مشكله. والجونه مليانه فنادق. استاد اسوان هيتسلم الشهر الجاي. استاد اسوان ده بقى تحفه معماريه. هيتسلم الشهر الجاي، بيشيل 25,000 متفرج ومضاء. ويا هنا اهل اسوان لما يكون عندهم بقى الزمالك والاسماعيلي والاهلي والحكايه والروايه، الدنيا هتبقى جميله. طبعا. ادي الملعب الثاني. الملعب الثالث استاد الاقصر اللي اتلعب عليه الماتش ده بيشيل 10,000 ومضاء. الاستاد الرابع استاد سوهاج، وده استاد تحفه معماريه ب 15,000، وفي سوهاج فندقين في منتهى الجمال. طبعا الاقصر فيها طبعا فنادق، يعني واسوان فيها فنادق. الاقامه مش هيبقى فيها مشاكل، ده مهم. طبعا. الاستاد الاخير الخامس استاد الالومنيوم، مجمع الالومنيوم، ما اعرفش انت لعبت فيه هناك او لا. لعبت. وعندهم حته فندق هناك تحفه، لازق في الملعب. لازق في الملعب. وبيشيل 15,000. ادي 5 ملاعب جاهزه النهارده، مش هيبقى عندها مشكله امنيه، وما عندهاش مشكله امنيه خالص. طيب نروح للتكلفه. انت كنت بتأجر ملعب هنا ب 30 و40 و50 الف جنيه، لا هناك ب 10 و15 الف. بتوفر الجزء ده استخدمه في الانتقالات. معسكرك اللي هتعمله في القاهره او في اسكندريه او هنا اعمله هناك. طيب وعدك ان يكون في يعني دراسه للمقترح ده هو مقتنع جدا جدا جدا. ويوم 16 انديه مش هجيب موافقات، يوم 17 هيعرض هذا المقترح. الانديه متعطشه تلعب طبعا. لان الانديه افلست يا كابتن وائل، بتنهار، ولا عارفه تصرف على لعيبه ولا حتى الموظفين بيقبضوا ولازم الدوله تبقى فاهمه ده، ولازم وزاره الداخليه تبقى فاهمه ده كويس وما تخافش وتجمد قلبها. النهارده وزاره الداخليه قدرت تطهر كرداسه وقدرت تطهر بؤر اجراميه. مش هتقدر تامن كم مباراه؟ لا اكيد هتقدر، واهل الصعيد يامنوها بالظبط. طيب هو انا بنهي خلاص يا كابتن مدحت، بس عايز اقول شويه رسائل جايه لك على الفيسبوك، على صفحتك طبعا على الفيسبوك. وبنشكرك يا حسام علي الادمن بتاعنا طبعًا الجميل. طبعا. يا مساء الانوار يا شلبوكه، وحشتنا يا شلبي ومنور تلفزيون والله، كل عام وانت بخير يا شلبي، ورب تقرا الرساله بتاعتي يا وائل، ومنورين. ده من انصاف عزام، اديني قريتها. ايه رايه في الماتش بتاع مصر وغانا؟ كابتن مدحت قال الكلام دوت. وحشتنا يا كابتن، هتظهر امتى تاني وعلى قناه ايه؟ حضرتك برضو يعني قلت قريب جدا عندك عرض بتدرسه زائد عرض الام بي سي مصر. صحيح. يا مساء الانوار يا شلبوكه يا عسل، والله ليك وحشه ومنتظرينك ان شاء الله، وكل عام وحضرتك بالف صحه وسلامه وسعاده. ده ابراهيم عزام. في حد تاني بيقول يا كابتن انا حاسس ان مصر هتكسب غانا، ايه رايك؟ ونفسي ترجع تحلل المباريات من تاني مع الكابتن وائل، يسمع من بقك ربنا. ده محمد عبده في برنامج مع بعض. ده محمد ومحمد عبده. ماشي. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ما هي القناه الرياضيه التي سوف تظهر عليها؟ وهل تتوقع فوز الزمالك بالكاس؟ تتوقع فوز الزمالك بالكاس؟ اتمنى. تتوقع؟ اتمنى. في ما توقع في تمني. تتوقع دجله خلاص ما دام لا اتمنى. تتوقع ماتش حلو، هيبقى ماتش حلو، دجله حلوه تمام، والزمالك اتمنى يبقى افضل مما ظهر عليه في طلائع الجيش. تمام. طيب وادي دجله ما يزعلش ان انا قلت اتمنى، لان الزمالك عنده جمهور كبير. بالظبط. طيب مساء الانوار يا كابتن مدحت عليك وعلى الكابتن شيتوس، وحشتنا والله. ايه رايك في اللي بيحصل في الزمالك؟ بقى لنا 8 سنين يا كابتن مستحملين كل سنه نقول السنه الجايه، لدرجه ان زهقت من الكوره وما بتابعش ماتشات احمد الزلوع المحله. هتفرج ان شاء الله. انا عرفت الاستاذ ممدوح عباس رفع على فكره تظلم الاتحاد الدولي مطالبا بعودته مره ثانيه. انا بس عايز اقول للاستاذ ممدوح عباس هدي اللعب وخلي المركب تمشي بس كده.
يعني مش عايزين الدنيا تتقلب من تاني. خلاص انت ربنا اكرمك وقعدت فتره وانتهينا، مش عايزين الصراع بقى خلاص. مش عايزين الصراع بقى. ان الدكتور كمال هيشتغل فترته مع مجلسه المحترم انتقاليه، وبعدين عايز ترشح نفسك ترشح نفسك. تمام، مش عايزين مشاكل. والاهلي اعتقد مجلس ادارته اعتقد في خلال ايام برضو هيتم يعني تشكيل مجلس مؤقت. طيب اخر سؤالين كابتن مدحت. السؤال الاولاني، انت مقل قوي في الظهور اعلاميا. يعني وافقت انك تطلع ضيف ليه؟ بقالك كتير، يعني انت ما بتطلعش ضيف خالص تقريبا. انا ما بطلعش خالص في برامج رياضيه خالص. وحتى برامج المنوعات والكلام ده كله انا ما استجبتش غير برنامج يعني كان في رمضان توني خليفه وبرنامجك انت. ليه؟ انا اولا بحترمك جدا، ربنا يخليك. ثانيا انت واحد من الجيل اللي اخذ برونزيه كاس العالم، وهو الجيل الوحيد اللي اخذ ميداليه حقيقيه في كاس العالم. يعني مصر كلها ما اخذتش ولا ميداليه في بطوله كاس العالم. يا جمالك، كنت بستقبلكم في المطار انت وحسام غالي. كنت رايح استقبلكم في المطار لان انتوا شرفتوا مصر كلها. حضرتك كنت ساعتها مدير العلاقات العامه مدير الاعلام. مدير الاعلام مدير الاعلام والمتحدث الرسمي في اتحاد الكوره. انا بقول ليه يا كابتن وائل ان النهارده الجيل بتاعك ده الناس برضو مش واخده بالها. يعني اخذنا بطولات افريقيا ورحنا كاس عالم للقارات ورحنا كاس عالم، لكن في النهايه لم نحصل على ميداليه في بطوله عالم الا من خلال جيلكم انتوا. فده شيء يسعدنا جدا كمصريين، وبالتالي لابد ان انا استجيب لك. ان انت كنت واحد من الاعمده الرئيسيه في الفريق وكنت نجم عظيم. فكر ناس بيجيلك. حسام غالي، خدهم من ورا كده. محمد صبحي حارس مرمى، محمود حسين امين، حسام غالي، ابو المجد مصطفى، احمد ابو مسلم، محمد شوقي، محمد اليماني، رضا شحاته، محمد عبد الواحد، جمال حواش، محمد محسن ابو جريشه. يعني ناس كتير. الجهاز الفني كان كابتن شوقي غريب، كان كابتن حماده صدقي، كابتن احمد سليمان، دكتور مدحت مصطفى رحمه الله عليه، محمد حسني مدلك، يعني كابتن كمال حافظ طبعا مدير اداري. يعني ناس يستحقوا ان انت تذكرهم بالاسم طبعا. وعشان كده انا كنت سعيد ان انا شريف اكرامي، عادل مصطفى، عشان برضه ايوه شريف اكرامي، عادل مصطفى، امير عزمي مجاهد. كل الناس دي مهم جدا. وده الجيل الوحيد مره تانية اللي جاب ميداليه في بطوله كاس عالم في تاريخ مصر كلها في كل المراحل السنيه بما فيها الفريق الاول. تمام. السؤال الثاني والاخير، يعني حضرتك اكيد قاعد في البيت دلوقتي لغايه ما ان شاء الله ربنا يكرمك. مش في البيت قوي يعني بتيجي شويه مرمات برضو نحتات كده، شويه نحتات خفافي كده يعني لغايه ما حضرتك يعني ان شاء الله تتعاقد ان شاء الله. بتتفرج بقى، قاعد بتتفرج على التلفزيون. صحيح. بتشوف ايه يعني؟ بتتابع ايه؟ باسم يوسف مثلا يعني شايف بتشوف ايه بالنسبه انت عايز تسالني على موضوع الاستاذ باسم يوسف؟ اوكي. يعني هو طبعا انا في الاوقات اللي كنت بقدم فيها برامج، يوم الوحيد عندي الجمعه. حتى اللي بيتابعني في حصاد الاسبوع الخميس كنت دايما اقول ايه، النهارده الخميس، بكره اجازه، خماسي ونلتقي السبت. خماسي بلعب كوره من الساعه 8 للساعه 12 بالليل. تمام. فما كانش عندي حظ في متابعه الاستاذ باسم يوسف، بالرغم طبعا من ان مصر كلها كانت بتتابعه طبعا، ومصر كلها كانت بتستنى ميعاد برنامجكم طبعا. انا برضو والله بشكرك ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اعقب على الجزء اللي حصل في الاخر. خليني اقول لك في دقيقتين ثلاثه. نوعيه البرامج اللي بيقدمها الاستاذ باسم يوسف تعتمد على 4 عوامل رئيسيه. العامل الاول المزاج العام بتاع الناس. الناس دول بيحبوا النكته والكلام ده كله. لو عملت حاجه زي كده في المانيا هيبصوا لبعض ومش هيضحكوا. لو رقعت افيه ما حدش هيضحك. في الصين كده يعني. تمام. المزاج العام في امريكا بيضحكوا، في مصر بيضحكوا. المزاج العام ادي نمره 1. نمره 2 حجم المتناقضات اللي في المجتمع كل اسبوع. ما انت كل اسبوع مطلوب ان انت تنقي مجموعه متناقضات بالظبط وحاجات ساخره تقدمها. حجم المتناقضات ده ادي 2. 3 فريق الاعداد. ده اهم عنصر، اللي هو بيتابع لك كل التلفزيونات، بيتابع لك كل المذيعين، ويجيب لك المتناقضات كلها ويقدمها لك على طبق من فضه. 4 وقد يكون هو نمره 1 التالنت بتاع المذيع، الشطاره بتاعت المذيع، خفه دم المذيع، وكلها متوافره في الاستاذ باسم يوسف. اوكي. في عصر الاخوان
هو وجد ضلته المنشوده لان المتناقضات كانت كتيره جدا، والمزاج العام بتاع الشعب المصري كان في السكه دي. يعني شفنا متناقضات كتير من قنوات دينيه اللي مش عارف فتاوي ايه اللي مش عارف ده كده، انت فاهم. فكان كل افيه اتقال الدنيا تموت من الضحك. خلص حكم الاخوان، خلاص انتهينا، بدانا عصر اخر. هل في كم متناقضات هتساعدني انا كمذيع؟ انا احيانا اشفقت عليه والله، حتى كنت بتكلم في البيت عندي بعد ما قال ان هو هيستأنف شغله. انا اشفقت عليه لان هو كان معتمد على قماشه الاخوان اعتماد رهيب. كانت مادته يعني، كانت مادته الرئيسيه والوحيده. النهارده ما فيش البلكيمي، ما فيش التاني ده مش عارف ايه، ما فيش ما بقاش عنده الماده اللي يقدر يشكل منها سكريبت حلقه. فالموضوع بقى فقير جدا. هيقدم ايه ويخبط في، مش يخبط، يسخر باللغه الجميله الساخره من مين؟ فانا اشفقت عليه في الحلقه اللي هو طلع وشفتها الحقيقه. هو توقعت ان يحصل عدم اذاعه للحلقه اللي بعد كده ولا؟ بالعكس، هو السي بي سي اخطأت خطأ عمرها ان هي ما ذاعتش الحلقه اللي بعديها. الحلقه اللي هو ذاعها ما كسبش منها خالص، واللي كسب منها من انتقدوا في هذه الحلقه. كسبوا منها الفريق السيسي وغيره كسبوا جدا جدا جدا، وهو ما نجحتش على الاطلاق. انا ما اعرفش يعني الفيلسوف اللي لغى الحلقه لغاها ليه؟ بالعكس نزل الحلقه، بس هو يمكن نجد الاستاذ باسم لانه انا شايف ان الماده كانت ضعيفه جدا، والامر كان هيبقى في اطار الحاجه اللي عارف انت الطبيخ اللي من غير ملح. اتصور هذا يعني. لكن مع كل الاحترام هو مذيع، الاستاذ باسم مذيع على مستوى عالي جدا جدا. اتمنى عودته مره تانية، يا رب يكرمه بماده يقدر يقدمها عشان يحافظ على الشعبيه العظيمه اللي هو عملها في الفتره السابقه. اللي احنا نتمناه بقى ان يبقى حضرتك ترجع تاني للشاشه عشان ما يبقاش عندك فرصه انك تتفرج على باسم يوسف وترجع تلعب تاني. كابتن مدحت، انا بشكرك شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه وانك كنت موجود معايا النهارده، وده يعني اضافه يعني كبيره جدا ليا وللبرنامج. الله يخليك، انا بشكرك وبمتدحك وبتمنى لك كل توفيق وتألق ان شاء الله الفتره اللي جايه. ممكن يجي مني ولا ايه؟ لا، ده انت ما شاء الله عليك وفيك ذكاء جميل وجريء وصريح، وبتخش يعني من اقرب النقاط للي انت عايز تسمعه. يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا بتعلم من حضرتك وبتعلم من كابتن شوبير، انتوا الاثنين رواد الاعلام المصري، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن مدحت. دي كانت حلقتنا النهارده. طبعا بشكر كل فريق العمل، اسلام صادق رئيس التحرير، مصطفى نوير من الاعداد، بيبو طبعا مخرجنا، نبيل عبد الملك مونتير البرنامج، كل الناس اللي ورا الكاميرا كمان، وكل الناس اللي احنا سهرناهم. استنونا ان شاء الله يوم الاحد في حلقه جديده، وان شاء الله يوم الاحد نحتفل معاكم باذن الله مع النادي الاهلي. استنونا في حلقه جديده من كوره وبس. سلام.